لو جوزك خانق مع صاحبتك ما تلوميش الا نفسك. انتي اللي روحتي حكيتي عن تفاصيل حياتك. انتي اللي اصريتي ان هي تبقى شريكة معاكي في كل الخروجات وكل القعدات اللي هو موجود. ادي النار وادي البنزين. حلي في عينيها، حلي في عينيها. في ستات كتير اوفية، في ستات كتير خاينة، وفي ستات للأسف مصلحتها لما بتتعارض مع مصلحة أقرب المقربين ليها بتحلل ده لنفسها. وإيه المانع؟ هسيبه مع صاحبتي بس أخده شوية. أرجوكم انتبهوا للموضوع ده، اتعمل مليون مرة في مليون فيلم وما زلنا بنعاني وما زالت بتجيلي مشكلات. صاحبتي أخدت جوزي حليت في عينيه صاحبتي، وفي الاخر انا الضحيه، مع العلم ان انا اللي فتحت الباب للاتنين. ما تلوميش الا نفسك لما تحصل الكارثه دي. اقفلوا على حياتكم من فضلكم. اسراري مع جوزي بتاعتي، اسرار صاحبتي اللي معايا بتاعتي انا وهي. بلاش ندخل عيشه في ام الخير وبعدين ندفع ثمن ونقول عملوا كده فيا وانا اللي فتحت الباب. لو انا حاطه كل حاجه في مكانها وقافله تمام، ما كانش الاتنين عرفوا بعض من الاول واخدوا على بعض من الاول. وانا مش ضامنه هي هتضعف قدام مغريات الحياه ولا لا، وانا مش ضامنه. وساعات بتبقى متجوزه وهو متجوز، يعني هو جوزي اوريدي وهي متجوزه ويحصل. على فكره كان عندي مشكله غريبه بين يعني مرات اخوها وهي، تمام، جوزها والست. بيحصل في بعض العائلات. خدوا بالكم وارجوكم من التداخل الاوفر ده، بيجيب مشاكل. الحدود حاجه كويسه وتمنع الوقوع